السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح، تكونوا بصحه جيده. وقت ما يلحقكم هذا الفيديو ان شاء الله كامل الاصدقاء تاعي يكونوا لاباس عليهم وهانيين في صحتهم يا رب العالمين. كما كنتوا تشوفوا اليوم جيتكم بتكمله تاع الفيديو تاع هاد لابياس اللي كانت نتاع الشوفه، كانوا رايحين تاع الشوفه وقالت لي كتبي لي فيها ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعطوهم الطفله. كيما راكم تشوفوا لهنايا دوك تحطيت لكم بعض الصور ودوك نبدا لهنا. كيما دائما نقول لكم البنات اللي ماهيش مشتركه في القناه دير بوز لهنا، تروح تشترك في القناه ودير هذاك الجيم وترجع تكمل لا فيديو. هنا عندي هذه عجينه السكر، وان ميكس هذه بزاف شابه يا البنات، هايله وتساعد في الخدمه ما شاء الله. هنا عندي البيضه وعندي الغوش مع القرونه، دوك تشوفوهم كيفاش رايحه نخلطهم. المهم لهنايا هذيك البيضه نجيبها نعجنها شويه، كيما كنتو تشوفوا عجنتها شوي، ومن بعد نجيبوا لهنا زبده التوريق، يعني ندير شويه زبده التوريق لهنايا فوق البلان طرافاي باش هكا ما تلصقناش كي نقعدوا نحلو فيها. ونجيبوها نفتحوها كاري يكون كبير، نتبعو كامل كيما هكا نفتحوها، ولازم كي نفتحوها تكون كامل متساويه، ماشي جهه رقيقه وجهه خشينه كامل. هنا هذا الفيديو كان يعني هذا اليوم كان الجمعه مع الصباح. كانت لا كليون تاعي قالت لي نجي ندي لا طاغت بالجمعه الصباح، وكيما على بالكم انايا شوفوا الاغلبيه ما نخدمش بالجمعه، بصح منين هذه يعني زبونه وفيه تاعي ما قدرتش نردها، سورتو كي قالت لي رانا رايحين يعني يخطبوا لخوهم. كيما راكم تشوفوا لهنايا هذيك لاطاغ تاعي كنت ديجا خدمتها معاكم، يعني كامل المراحل درتهم معاكم. ولا هنا كي نط الصباح كانت 6:30 هكا، نقولوا 7، جيت لهنايا بديت يعني نغلف فيها هكا باش يكفيني الوقت، باسكو قالت لي 10:30 راني نجي نديها. المهم جبت هذيك عجينه السكر حطيتها على هذيك لابياس تاعي، كنت عملتها بالكاناش درتها معاكم، يعني نرجعوا الفيديو السابق راكم رايحين تلقاو المراحل، يعني تاع الجينواز تلقاو المرحله تاع الكاناش والتغليف كلشي تلقاوه تما. كيما كنت تشوفوا لهنايا نجي نحبط هاد الجوانب كيما هكا نحبطوهم. وهذه الطالوش هذه شوفوا البنات بزاف تساعدكم في الخدمه، انا عندي منها غير وحده ما عنديش زوج، يعني نتوما ماذا بكم الا تخدموا كيما هكا، اللي يخدموا لي كوموند كامل تشرو زوج احسن، يعني باش تساعدكم في الخدمه. لهنا نجيب هذيك الجراره تاعي بعد ما يعني هبط هذيك عجينه السكر، ونجيب الجراره كيما هكا ونبدا نقطع يعني هذوك الاطراف اللي كانوا قعدوا لنا. وهنا دائما نستعمل هاد الطالوش اللي راكم تشوفوا فيها، قلت لكم تساعد بزاف في الخدمه. انا بيسك ما عنديش دوزيام، شوفوا درت هذيك لابواط تاع الشوكولا وقعدت نسقم فيها باش يجوني هذوك الحواف الحاده. يعني هذه يعني حاجه بسيطه، ماشي شرط لازم تكون عندك الامكانيات بزاف، الواحد كي يحب يخدم حاجه يعني يجرب كيما هكا يجرب. انا كنت شريت هذه برك قلت لكم وما عاودت شريت واحده اخرى، باسكو انا البليبار ما نخدمش بعجينه السكر صراحه، يعني ما مش مالفين يكومونديو عندي بعجينه السكر. قليل بزاف لي الناس كوموندي بعجينه السكر. المهم نجي هنا الحافه هذه تانيك، شوفوا هاد العفسه كيفاش درت لها. نتوما كي تكون عندكم يعني طالوش واحده اخرى راكم رايحين تخدموا بها وتجيكم سهله. المهم لهنايا راكم تشوفوا راني نقطع فيها راني نسقم فيها، ومن بعد هذيك الجهه راني رايحه يعني من تحت كامل راني رايحه يعني نغطيها بديكور واحد اخر. المهم لهنايا انا راني ندير في هذوك الاطراف شتو كيف قطعتهم من ثم راني نخدم فيهم كيما هكا. ومالغري ساعدتني هذيك لابواط تاع الشوكولا، يعني ما جاتنيش حاجه صعيبه ولا. الواحد كي يحب يخدم الحاجه وتكون عنده يعني الذوق تاع ديك الحاجه وعنده الاراده، بابسط عفوا ابسط عفوا بابسط الاشياء راهو رايح يخدمها.
المهم كيما راكم تشوفوا لهنايا راني نسكن فيها دوك الحواف كامل. هنايا جبت شوفوا الغوج هذاك جاني شويه بارد، الو خلطته مع الكورنا كيما راكم تشوفوا، خلطتهم مع بعضهم باش ندير هذيك شغل كي واسمو هكايا طايحه منا ومنا على لابياس تاعي. المهم نجيبو لهنا، شوفوا هاد اني فتحت العجينه الحمراء، دوك الجهه الثانيه راني راح نشاركها معكم. هنايا الفيديو كنت نحسب روحي كنت نصور وما كنتش نصور. المهم ما كاش مشكل حبيبتي، نجي ندير كيما هكايا ونجيب هذيك لابياس تاعي ونحط عليها الجهه هذه، يعني نحكموا الطرف هذا اللي منا مع الطرف اللي منيا. انا سامحوني ماهيش تبان مليح بصح دوك نورمالمون في هاهي بانت لكم كيما راكم تشوفوا. المهم نسقم هاد الاطراف كيما هكا، يعني حاجه خفيفه ماهيش حاجه واعره كامل. هي صح كامل كي في التغليف تاع الصح في التغليف نتاع الكاناش هو الصح. كيما تشوفوا لهنايا راني نسكن في هذوك لي بلي كيما هكا. هذه هي الطريقة كيما هكايا، من بعد نحي هذاك الاطراف تانيك من هنايا. يعني طريقة سهلة ماهيش واعرة. ممكن كي تشوفوا كيما هكا تبان لكم بلي طريقة واعرة، بصح هي صدقوني سهلة يا البنات. لهنايا قطعت هذوك الاطراف، دوك نجي نخدم الجهة هذه. وبيان سور كنت حطيت ناكخي فوق عجينة السكر البيضاء، كنت درت الناكخي. هنا كما تشوفوا هاني نحل في العجينه تاعي، نزيد نحلها غير شويه باش ما تجينيش خشينه بزاف وماهيش رقيقه بزاف اللي تقطع لنا. كيما هكا نديرو هذوك لي بلي تاعنا، هادو لي بلي نخدموهم كيما هكا، وكل وحده يعني دير لي بلي شحال راهي حابه، فهمتوني. انا شويه غبنتني العجينه باسكو كانوا شويه تفارتيه طوال شغلت، قعدت يعني غبنتني في القريص تاعها، بصح النتيجه في الاخر خرجت ما شاء الله. كما قلت لكم يا البنات، الواحد كما يحب يخدم الحاجه يخدمها بابسط الاشياء. يعني انا راني نحط لكم فيديوهات وان شاء الله تستافدوا منهم، مالغري اني نطول عليكم يعني لاسباب، عندي اسبابي باش راني نطول عليكم. وكما كتشوفوا هذه هي الطريقه اللي نديرها كيما هكا. وان شاء الله يا البنات هذا الفيديو ما يروحش خساره كيما الفيديو اللي فات، والله غير تاسفت ما كاش المشاهده فيه نهائيا. ما فهمت علاش كي يجوني فيسبوك حطينا الوصفات حطينا الطريقه منا، ومن بعد كي نجي نخدم كي نحط لهم الفيديو ما نلقاش المشاهده. يعني للاسف انا هكاك نفشل وما نزيدش نحط، يعني راني شغل راني ندز في هاد الفيديوهات غير هكاك وخلاص. كيما تشوفوا البنات لهنايا نجيب هاد المول تاعي كيما هكا تاع الورود، ونقعد نخدم كيما كان بعجينه السكر البيضاء. ندير لهنايا ساشي هكا في يدي باش ما تلصقليش العجينه، ونخدم هكايا شحال من غيبه كيما هكا باش راني رايحه نديرو في الجانب كامل تاع هذيك لاطاقت نتاعي، باش نغطي هذوك اللي ديفو اللي فيها من تحت. كيما تشوفوا لهنايا ندير كيما هكا باش تعطيني هذيك الرشمه نتاع هذاك المول هكا. شوف ها هو الرشمه عطاتني. هنايا نخدم قلت لكم شحال من واحد، يعني نخدم على حساب الكيكه تاعي شحال رايحه ترفد لي. نجي لهنايا شوفوا البنات انا لصقت غير بالماء، نجي لهنايا ندير بالبانسو كيما هكايا شويه. شوفوا تشوفوا هذوك البلايص دوك ندرقوهم بهذا الغيبون اللي رانا خدمناه كيما هكا. نجو نلصقوا هذه كامل، يعني نديروها توغ يعني في الاخر والله صدقوني يا البنات خرجت النتيجه ما شاء الله كما راكم شفتوها في الصوره في الاول. خرجت يعني حاجه هايله. خدمتها معاكم، قسمت لكم انا باش الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف، قسمته لكم على 3 مراحل. يعني حطيت لكم الجينواز وحدها، اللي تحب تشوف الجينواز تروح تشوف الجينواز وحدها، اللي تحب
تشوف الكاناج طريقة التغليف، تكتب ثاني الكاناج راهو رايح يخرج لها. وهذه مرحلة تاع التغليف والتزيين، يعني مرحلة سهلة ماهيش واعرة بزاف، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم كما راكم تشوفوا هكا. يعني نكمل كيما هكايا، يعني قلت لكم طريقة سهلة ماهيش واعرة كامل. هاي المهم البنات انايا هنايا من بعد جبت هذا كنت شريته جديد، شريته 45,000. جيت لهنا نصنع هاد الورود تاعي باش راني رايحه نحطهم ثان على هذيك العجينه الحمراء. شوفوا هاد الورود بزاف شابه، ها كيفاش تجينا. ونجي لهنا عندي هاد الناكخي تاع الترك بزاف بزاف شباب يا البنات. انا ما نديرلوش السائل تاعو، انا هنا نستعملو غير بالزيت. هاني لصقت كامل هذوك الورود اللي خدمتهم كما شفتوني في داك الطابع، وفوتهم كامل على هذاك الحمر، العجينه السكر الحمراء. ومن بعد نجي لهنا نقعد يعني نسبخ فيهم والله غير صدقوني الهضره تلفت لي. شوفوا هذا الفيديو راني دايرته لكم على جريه، صدقوني يا البنات والله غير راها عندي خدمه على راسها. وجيت لهنا قلت خلي ندير لهم هذا الفيديو هكا باش ما نطولش عليهم بزاف الغيبه، وميم طون هذيك ننقص شويه على شارج من التليفون تاعي. لهنا نجيب كامل ندير لهم الناكخي كيما هكايا، يعني نفوت كامل على هذوك الحواشي اللي كنت خدمتهم، ندير لهم ناكخي هكا. صدقوني يا البنات النتيجه ما شاء الله انا وحده فرحت بها بزاف، باسكو خرجت بزاف 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 شابه وعجبت الزبونه تاعي. والحاجه بزاف هي اللي عجبت الاخ تاعها، باسكو كان يقول لها هو بعثوا لي هاد الصوره وشنو انا بدلت لهم غير لافلوغ اللي درتها، بدلت انا درت لافلوغ من تاعي انايا، وما كانوا نوع واحد اخر تاع لافلوغ يعني. وهاد الورق كامل خدمته تانيك انايا وحدي، كل شيء درته وحدي، يعني خرجت النتيجه في التالي ما شاء الله. وكان عطاها تحدي لاختو قالها ما شكيتش تخدم لي كيما هذه. وفينالمون لاطاغ تاعي صدقوني يا البنات، الفوطو هذيك راحت لي كنت نحطها لكم، صدقوني في التالي خرجت لاطاغتي هذه احسن 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 من اللي بعتوها لي، والحمد لله عجبتهم يعني بالبزاف. انا نجيب هذوك الورود، هذوك الاوراق، كاش نديرها معكم في فيديو، وإلا حبيتوا طبعا نحط لكم هاد الورده ونحط لكم الورود، خلوا لي غير في التعليقات، وزيدوا حفزوني شويه هكا باش انايا ما نفشلش ونزيد نحط لكم اكثر.